رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. قسم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الاكاسرة وقصر به آمال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة. فنقلوا من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان، ومن التناعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب، من أنس العشرة إلى وحشة الوحدة، ومن المضجع الوثير إلى المصرع الوبيل. فانظر هل وجدوا من الموت حصنا وعزا واتخذوا من دونه حجابا وحرزا. وانظر هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا. فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء واستأثر باستحقاقه البقاء وأذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء، ثم جعل الموت مخلصا للأتقياء وموعدا لحقهم في اللقاء، وجعل القبر سجنا للأشقياء وحبسا ضيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاء. فله الإنعام بالنعم المتظاهرة، وله الانتقام بالنقم القاهرة، وله الشكر في السماوات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، دبر كل شيء وقدر كل شيء ونفذ كل شيء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله هداه الله وهدى به وعلمه وعلم به. كان أعرف الخلق بالله، وكان أقرب الخلق إلى الله، وكان أشد الخلق خوفا من الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها للحساب والمساءلة. أما بعد، اعلموا أن المنهمك في الدنيا المكب على غرورها المحب لشهواتها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره، وإذا ذكر به كرهه. أولئك الذين قال الله فيهم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول الحق تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول أيضا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
يقول الحق تبارك وتعالى في حديث قدسي: من صبر على بلائي وشكر على نعمائي ورضي بقدري وقضائي كان عندي صديقا ويحشر يوم القيامة مع الصديقين. ومن لم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي ولم يرضى بقدري وقضائي فليذهب من تحت سمائي وليبغي له ربا سواي. أيها العاقل، إن الدنيا مهما تزينت لخطابها فإن لسان حالها يقول لك: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالدنيا إن حلت أو حلت، وإن كست أو كست، وإن جلت أو جلت، وإن أينعت نعت. وكم من صالح زهد رباعها، فإن هي مدت له باعها. وكم من مريض لنا عدنا فما عدنا، وكم من قبور لنا تبنى فما تبنى، وكم من ملك وضعت فوق رأسه العلامات فلما علا مات. الدنيا مزرعة رب العالمين، والناس فيها زرعه، وملك الموت حاصده، والموت منجله، والقبر مدراسه، والقيامة تدريته، والجنة بيت أحبابه، والنار بيت أعدائه. فريق في الجنة وفريق في السعير. تلدون للموت وتعمرون للخراب، وتحرصون على ما يفنى وتذرون ما يبقى. لا تتمنى منازل الأبرار وأنت مقيم على الأوزار. إن بين يديك عقبة كؤودة، المهبط فيها إلى الجنة أو إلى النار. والحياة بغير الله سراب، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. تأهب للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يوما وقال: يا أيها الناس، إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. ثم تلا آخر ما نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن الجمعية العامة لمحافظة سوهاج بالإسكندرية والنادي الصعيدي العام، أتقدم بالشكر لكل من واسانا في فقيدنا. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فليس أمامنا إلا أن نصبر ونحتسب. للفقيد الرحمة وللأسرة عزاء، ولكم من الله سعيا مشكورا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.